مرتبطا في الحادثة، ومدعيا أن بعض النواب يتربصون به بسبب حادثة ديوان النائب جمعان الحربش، وأن كل ما أشيع عنه أنه كان في حالة غير طبيعية عار عن الصحة، مبديا استعداده الذهاب إلى الطب الشرعي. بدوره جدد عضو مجلس الأمة مسلم البراك تحذيره لوزارة الداخلية من محاولة التستر على القضية وحماية القيادي وإخفاء الأدلة، وأوضح البراك أن أوراق القضية لم ترسل إلى المباحث العامة ولا للتحقيق حتى الآن. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة عضو مجلس الأمة مسلم البراك. بداية أبو حمود، كل عام وأنت بخير. وأنتم بخير وصحة وسلامة جميع المشاهدين. القيادي الأمني نفى التورط في الحادثة وأنتم ما زلتم تتهمونه، لماذا؟ لا يعني أنا أولا يعني في كل دول العالم ممكن أن يكون هناك قيادي فاسد أو مرتشي، هذا أمر متوقع، لكن حقيقة الأمر المستغرب هو طبيعة ردة فعل الوزارة والدور الآن اللي تبحث الوزارة الآن بأي تخريجه. أولا هذا القيادي في حينها لم يحال للتحقيق، لم يحال للمباحث، لم يحال إلى الطب الشرعي لأخذ عينة من الدم لإثبات أو نفي وجود مسكر أو مادة مخدرة. والآن يطلع هذا القيادي عندما شعر بأن وزارة الداخلية تبحث عن تخريجة معينة لإنقاذه ويقول اللي بالجدر يطلع الملاس. هو وزير الداخلية خلى فيها ملاس، أخذ الملاس وخشه بالإجراءات اللي للأسف الشديد تقاعس الوزير كان واضحا وضوح الشمس. وزير الداخلية قبل 20 سنة في مجلس الأمة قال أنا ضحية عن قضية كل الكويت تعرفها. هل الآن وزير الداخلية يحاول أن يعيد نفسه مرة أخرى ويقول أنه أيضا ضحية في قضية القيادي الأمني؟ يحاولون الآن هم وزارة الداخلية والقياديين اللي تصرفوا للأسف الشديد لم يفزعوا في الحق ولكن فزعوا للباطل وتحركوا بشكل سريع لمحاولة طمطمة الموضوع. اليوم العنوان الأساسي لهذه القضية واضح جدا أنها طمطمة الموضوع ولفلفة القضية. الآن يتحدثون عن حادث مروري ومرة يقولون هذا الأمر غير صحيح، مشاجرة. هم الآن لم يثبتوا على شيء. أولا هناك شاهد عيان أدلى بكل معلوماته كان متواجد مع القيادي والمجني عليها في المخفر، مخفر بيان، من الساعة 11 إلى الساعة 3 فجرا. وهناك شريط، هذا الشريط من خلال كاميرات المخفر رصد كل الوقائع. إذن القضية إذا كانت حادث مروري، هم يبدو الآن حسب الأقوال الآن اللي تناقل يتم تناقلها أنهم اثبتوا الآن على هالقضية هذه حادث مروري ما فيه. وين السيارة؟ وين ورقة الحادث؟ وين التصريح اللي يجب كان من المفترض أن يطلع من وزارة الداخلية بشكل مباشر أو من هذا القيادي ويقول والله أن القضية هي قضية حادث مروري؟ كذلك حاولوا أن يسربون عشان يشوفون شنو التخريج اللي ممكن يتقبلونها الناس. نعم. اليوم صباحا يتحدثون عن مشاجرة حدثت في شارع الخليج. إلى الآن هم ما هم قادرين يحددون الموقع وين، لكن هم يعني عبروا عن هذا بمقولة اللي بالجدر يطلع الملاس. لا تعتقد أن الجدر والملاس يعني هذا متمثلا باللجنة التي شكلها الوزير لتقصي الحقائق؟ لا ما في شيء اسمه لجنة لتقصي الحقائق. أنا بقول حق وزير الداخلية لو مواطن الآن مواطن لم يعتدي على أحد، لم يسب أحد في الشارع، يعني شارب مسكر أو مخدر، ما من المفترض أنك تشعر أنه شخص غير طبيعي وهذا الأمر لمسوه والشاهد لمس هذا الأمر والمجني عليها لما ذهبت المخفر قالت هذا الكلام أني ما كان من لو كان هذا المواطن بالشارع ما تأخذه توديه الطب الشرعي وتشوف وهو ما ضر أحد، فما بالك بهذا القيادي اللي مارس هذه الأفعال من خلال أقوال الشاهد اللي ما له مصلحة. الشاهد هذا مواطن شريف يسمع مقولة أن كل مواطن خفيف، وعندما شاف المشهد المأساوي في الشارع من قبل قيادي أمني كبير وبالتالي فزع
هو الآن فزع للحق ما فزع للباطل، مثل بعض القياديين في وزارة الداخلية اللي أجروا اتصالات. وأنا قاعد أقول الآن إن إثبات هذا الأمر سهل. خلي يقولوا لنا فعلا، وهذه شركة الاتصالات موجودة، وزارة الداخلية أيضا موجودة، إذا كانت محقة وساعية على الأقل بأن تصل إلى حقيقة معينة. أنا أعتقد ممكن رصد حتى التليفونات الموبايل، وتعرف من خلال الموبايل وزارة الداخلية تدرك، لكن وزارة الداخلية لا تستخدم هذا الأمر بشكل حقيقي إلا عندما تلاحق المعارضة وتلاحق السياسيين. نعم، يعني أنت تريد أن تقول أن القنوات القانونية كثيرة لكنها لم تنفذ أو تستقل من قبل وزارة الداخلية. مو طيب. وزارة الداخلية، أنا أقول لك لم تستخدم من وزير الداخلية. طيب، القياد الأمني هذا اتهم بعض النواب بالتربص به تحديدا، كل هذا بسبب يعني ما وصفه حادثة ديوان الحربش، ما ردك؟ والله أقول لك من الآن وأقول أمام أبناء الشعب الكويتي، والله ما حرك شعره فينا إذا كان هو ينظر بهذا الاتجاه. احنا نقول بأن هذا القيادي وغيره عندما تحركوا بأمر في ديوانية الحربش، بأمر شخصين، بأمر ناصر المحمد للحفاظ على كرسيه، وجابر الخالد أيضا للحفاظ على كرسيه. وبالتالي ثق بالله لو يأتي أي قيادي ويمارس الفساد بأي شكل من الأشكال ستجد صوتنا عالي. هذا حصل لما الحكومة وناصر المحمد ولما جابر الخالد حاولوا أن يطمطمون في قضية محمد الميموني عندما عذب وقتل لإخفاء جريمتهم. وبعد ذلك لما طلع التقرير الطبي اللي أنا ظهرته في مجلس الأمة أيقنوا أن الله حق. بالتالي إذا كانت وزارة الداخلية، إذا كان وزير الداخلية الآن يحاول أن يطمطم هذا الموضوع، حنا نقوله بكل أمانة، نقوله للأسف الشديد لم يبحث وزير الداخلية عن الحقيقة. إذا كانت المعلومات اللي قلتوها الآن معلومات صحيحة وأنهم حاولوا أن يجوا تخريجه في مثل هذه الأمور، ثق بالله أنه سيكون أمام مسؤولياته وسيحاسب حسابا عسيرا حول هذا الموضوع. طيب، في حال يعني عدم توجيه أي اتهامات لهذا القيادي، هل سيكون هذا المحور محورا جديدا في الاستجواب المزمع تقديمه لوزير الداخلية؟ لا شك في ذلك، وسنجد بإذنها الأدلة التي تدين وزير الداخلية وتدين وزارة الداخلية وتدين كل من حاول أن يطمطم على هذا الموضوع. أمر معيب يا أخي، خلوا الناس تثق، عيدوا ثقة وزارة الداخلية. وزارة الداخلية فيها الكثير من الشرفاء من القياديين والضباط والشرطة. لا تخلون الآن المواطن بدل أن يشعر بالاطمئنان لما يشوف قيادي أو ضابط في وزارة الداخلية يبدأ يشعر بالقلق وعدم الاطمئنان والخوف على ماله وعرضه والخوف على روحه. أمر مخيف أن تأتي، لأن في كل دول العالم ترى هذا يحصل في كل دولة، بأن يكون هناك قيادي فجأة أنت ما تعلم عنه، طلع قيادي فاسد، طلع قيادي مرتشي. لكن المهم شنو دورك أنت كوزير داخلية؟ شلون طريقة تعاملك مع هذا الموضوع؟ شلون قدرت تخلق الاطمئنان للناس؟ شلون تعيد ثقة الناس في وزارة الداخلية؟ أما تحاول لأن قيادي تصمتم على هذا الموضوع، ويا ليتهم اتخذوا الإجراءات، والله ما عندنا مانع. وإحنا أيضا لا نطالب بأكثر من تقديمه إلى التحقيق وإلى النيابة وإلى المحكمة، وإذا بر في المحكمة ما عندنا مشكلة، لكن يجب أن يكون هناك اتهام واضح جدا أن وزارة الداخلية ووزير الداخلية لم يبحثوا بالأسباب الحقيقية. نحن أمام محضر فتح، لم يحول هذا المحضر لا للتحقيق ولا للمباحث، وبالتالي لن يحول للمحكمة. أنا أقول اللي قاعد يحصل هذا أمر غير جيد، وأمر مسيء للبلد ومسيء للديمقراطية ومسيء لثقة الناس في وزارة الداخلية. طيب سعادة النائب، يعني في موضوع آخر، تعتزم كتلة المعارضة الاجتماع يعني يوم الأحد أو الاثنين لتحديد موقفها من حضور جلسة كادر المعلمين، يعني وسط أنباء عن نية الحكومة إفشال هذه الجلسة أو جلسة ال15، ما رأيك؟ لا أنا أقول يعني بغض النظر، إحنا لا زال